فدلوقتي صورة الست اللي انت شايفها قدامك في الفيديو ده هي دي الست اللي قررت ان هي مش عايزة تبقى ست وعايزة تبقى راجل. لما بقت راجل راحت اغتصبت 2 ستات. السلام عليكم. النهاردة الفيديو سخن شوية. الموضوع اللي هكلمك فيه موضوع أثار الجدل في انجلترا وفي اسكتلندا وفي بريطانيا كلها عامة. الحكومة بيتناقشوا دلوقتي في الموضوع ان هم يحطوا قوانين جديدة ويعملوا حاجات جديدة ويدرسوا الموضوع ده للأطفال في المدارس. أنا شخصيا واحد من الناس اللي مش موافق على الكلام ده، فتعالى معايا أعرفك إيه الموضوع. طيب، الموضوع اللي هكلمك فيه النهاردة حاجة اسمها أو بيدوها مصطلح كده اللي هو اسمه LGBT. تمام؟ ركز معايا في الكلام ده. في ناس كتير اوريدي فاهمين المواضيع دي وفي ناس ما عندهمش اي فكره عن المواضيع دي. فبالنسبه للناس اللي فاهمينها اوكي تمام، هحتاج رايك في اخر الفيديو. اما بالنسبه للناس اللي ما يعرفوش ايه هو LGBT فدي هتبقى معلومه حلوه ليك انك تعرف الموضوع ده. مبدئيا كده تعال اشرح لك ايه هو موضوع LGBT ومعناها ايه. طيب، موضوع LGBT هو اختصار ل4 كلمات. ال اختصار لكلمة ليسبيان اللي هي الستات تحب تجتمع مع ستات. ماشي، عارفين تجتمع دي؟ مش هشرح بقى، انتوا فاهمين. الجي اختصار لجاي، برضو رجالة يحبوا يبقوا مع رجالة، تمام، ما بيحبوش يبقوا مع ستات. البي هي اختصار لكلمة باي سيكشوال، ودول الناس اللي مش فارق معاهم لا يبقوا مع ستات ولا يبقوا مع رجاله. ستات موجوده بيخشوا، رجاله موجوده بيخشوا، مش فارق معاهم حاجه. والكلام ده برضو بالنسبه للستات، هم برضو بتبقى الست شويه مع ستات وشويه مع رجاله على حسب الغزاله من الاخر كده يعني. طيب، التي هي اختصار لترانس جندر، ودول يعني بالعربي الفصحى كده معناها عمليه اعاده تحديد الجنس. عملية إعادة تحديد الجنس، فيما معناها إن أنت لما اتولدت كنت مولود بجنس معين، سواء كنت ولد أو بنت، ده اللي أنت اتخلقت عليه. بس لما كبرت وفهمت مش عاجبك الموضوع ده فعايز تغير. فالموضوع ده عشان يحصل بيتطلب إنك بتخش بقى في شوية عمليات ومستشفيات ودكاترة، وبتاخد هرمونات. سواء كنت ست بتاخد هرمونات عشان تغير تبقى راجل، أو سواء كنت راجل بتاخد هرمونات عشان تغير تبقى ست. فهو ده باختصار الموضوع دوت. طيب، هو انت يا اسماعيل بتقول لنا الحاجات دي ليه؟ احنا يعني محتاجين نعرف الكلام ده ليه؟ اصبر بس، هقول لك دلوقتي في موضوع بقى، تعالى نبدأ نتكلم فيه بعد ما عرفتك ال LGBT. يلا بينا. السبب ان انا بشرح لك موضوع ال LGBT ان هنا في اسكتلندا بالتحديد، والموضوع ده منتشر في انجلترا وفي ويلز وفي ايرلندا وفي دول اوروبا عامة، ومنتشر جدا 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 في امريكا، ويمكن اساسه كله اصلا ظهر من امريكا. وهو موضوع ان الناس اللي مش حاسين سواء كان راجل او ست، مش حاسس ان هو عايز يبقى راجل او مش حاسه انها تبقى عايزه ست، فهنا بيقرروا ان هم يغيروا. الحكومه بدأت تعمل للناس دي قوانين. على سبيل المثال في امريكا دلوقتي طلعوا لهم قانون من زمان، مش دلوقتي بس يعني، ان الراجل ممكن يتجوز راجل والست ممكن تتجوز ست، وجواز رسمي بيحصل باوراق رسميه. والسبب ان هم عملوا كده ان بيقول لك احنا بنعيش مع بعض، فلما واحد فيهم يموت التاني بيورثه، فلازم يكون في اوراق رسميه بتقول ان الناس دي عايشه مع بعض. الاثنين الرجاله دول مع بعض متجوزين وفي بينهم اوراق رسميه، او الاثنين الستات دول متجوزين وفي بينهم اوراق رسميه. فلما واحد منهم يموت التاني بيورث فيه.
ده رقم واحد. رقم اتنين، ان دلوقتي الاتنين الرجاله دول اللي عايشين مع بعض، طبعا احنا مقتنعين ومتفقين تماما، او الاتنين الستات اللي عايشين مع بعض دول كل العالم مقتنع ومتفق تماما ان مش هيحصل ما بينهم خلفه. يعني عشان بس ايه، ده امر واقع وحاجه معروفه، مفيش خلفه هتحصل ما بينهم. طيب ازاي بيجيبوا عيال تعيش معاهم؟ بيروحوا يتبنوا عيال. فلما بيتبنوا عيال، العيال دول بيبقوا تحت اسم الاثنين المتجوزين دول، سواء كانوا 2 رجاله او 2 ستات. وانا اعرف ناس هنا في انجلترا ستات ليسبيان، 2 ستات مع بعض، وبيروحوا يتبنوا عيل صغير بيبي لسه مولود وبيبقى معاهم، فكده ده بيكبر معاهم. فربنا يستر على الجيل اللي جاي. المهم ان ده العيل ده طالما دول متجوزين وفي اوراق رسميه، والعيل ده ابنهم باوراق رسميه، فلما هما الاثنين يموتوا العيل ده بيورثهم. طيب دلوقتي انت لو واحده ست او انت لو راجل وقررت انك تبقى النوع الاخر، الجنس الثاني، فلو انت ست وقررت تبقي راجل، هنا القانون دلوقتي بيدي لك الصلاحيه ان انت حرفيا بتتعامل كراجل. بمعنى ان كل الاوراق الرسميه بتاعتك في الحكومه بتتغير وبيكتبوا جنبيها مستر بدل مس. ان الناس لما يندهولك بيندهولك باسمك اللي انت اخترته لما بقيت راجل، مش لما كنت ست. او بيندهولك باسمك اللي انت اخترته لما بقيت ست، مش لما كنت راجل. لان انت مش عايز حد يندهلك باسمك لما كنت راجل، انت غيرت وبقيت واحده ست دلوقتي، ف انت عايز الناس كلها تندهلك باسمك الجديد اللي هو اسم واحده ست. غير كده كمان بقى، تعال نخش في شويه حاجات عميقه شويه. سيبك من هيندهوا باسمك ايه ولا هيحطوا في الاوراق مستر ولا ميسيز، لا ده انت كمان ليك الحق انك لو ماشي في الشارع او في سوبر ماركت او في اي حته واتزنقت، عايز تخش بيت الراحه، فلو انت راجل وغيرت واحد في الست، انت بتخش حمامات الستات. ولو انت ست وغيرتي وبقيتي راجل وماشيه بره في السوبر ماركت بتعملي شوبينج، وقيس فجاه عايزه تخشي حمام، تروحي تخشي حمام الرجاله. الموضوع ده مش ظريف. لو رحت تعوم في حمام السباحه، بتنزل تعوم، يعني مثلا ساعات هنا حمامات السباحه اللي بيبقى عليها ضغط ناس كتير شويه او كده، لان الشمس ما بتطلعش وكده، فما فيش ناس بيخرجوا بره بتاع، فبيفضلوا ان هم يروحوا حمام سباحه. فساعات بيعملوا سيشن وقت للرجاله ووقت للستات. فلو انت ست وغيرتي بقيتي راجل، ما ينفعش تخشي في وقت الستات، انت بتروحي في وقت الرجاله. ولو انت راجل وغيرتي وبقيت ست، بتروح تخشي في وقت الستات. طيب حلو على كده الكلام لحد دلوقتي؟ البلد والحكومه مدينك كل الصلاحيات انك لو بقيت ست او لو بقيتي راجل ممشين الدنيا معاك حلاوه اهو. الفتره اللي فاتت الموضوع اللي اثار الجدل جدا 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 في اسكتلندا هو ان في واحده ست اتولدت ست، بس بعد كده غيرت نفسها وقالت انها عايزه تبقى راجل. الست دي اسمها ايلا، ولما غيرت نفسها لراجل سمت نفسها ادم جريم. عاشت على اساس ان هي ادم جريم، وبعدين حصل اللي ما كانش حد متوقعه، واللي انا شخصيا مش متوقعه. انا ما اعرفش هو حصل ازاي، ولو سمحتوا اسمع الحكايه، وعايز اعرف رايكم في الكومنتات عشان رايكم مهم. الست ايلا اللي هي بقت ادم، ركزوا معايا عشان هنتلخبط كلنا دلوقتي، اوكي؟ اللي هي بقت ادم اغتصبت 2 ستات. ما تسالش اغتصبتهم، انا ما اعرفش. انا شخصيا يعني لو انتوا تعرفوا ازاي واحده ست بمجرد انها قالت انا عايزه ابقى راجل وغيرت نفسها الراجل، ازاي بقى تروح تغتصب 2 ستات؟ انا مش عارف. ف طيب عادي، كل ده كلام جميل. دلوقتي الحكومه بيتكلموا لان هي اغتصبتهم وبقى في قضيه وبقى في محكمه، اكيد هيبقى في سجن. هتخش بقى سجن الرجاله ولا سجن الستات؟ فدلوقتي صوره الست اللي انت شايفها قدامك في الفيديو ده، هي دي الست اللي قررت ان هي مش عايزه تبقى ست وعايزه تبقى راجل. لما بقت راجل
راحت اغتصبت 2 ستات. وبرضه بقول لك تاني، انا ما اعرفش ده حصل ازاي، يعني انا ما عنديش المعلومات الكافيه، وما اعرفش ازاي ممكن ست عشان قالت انها بقت راجل تروح تغتصب 2 ستات. انا مش فاهم الموضوع ده. لو حد يعرف حاجه قولوها لنا في الكومنتات، واللي ما يعرفش حاجه يتفرج على الكومنتات يمكن يعرف حاجه. انا كمان هقرا كل الكومنتات يمكن افهم الموضوع ده. فدلوقتي لما الحكومه عملوا لها قضيه ومحكمه والكلام ده كله، جم بما ان هم شايفين قدامهم واحده ست فحطوها في سجن الستات. طبيعي راحت على سجن الستات. فدلوقتي الستات اللي في السجن هناك كلهم قلقانين. انت عارف بقى لما يبقى في واحد داخل بقضيه وانت تعرف انه كان قاتل مثلا، فكل اللي في السجن بيبقوا قلقانين، اصله ممكن يقتل تاني. طب دي داخله بقضيه انها اغتصبت 2، فكل كمان حاطينها في سجن ستات، فكل الستات اللي هناك قلقانين، احنا كده هيحصل فينا اللي حصل في الاثنين اللي بره. يا جماعه يا جماعه طلعوا الراجل ده من هنا. فقالوا لهم يا جماعه ده مش راجل، دي ست. فدلوقتي الحكومه والناس بيتكلموا، هل المفروض تبقى في سجن الستات ولا في سجن الرجاله؟ تعالى اقول لك على راي الدين الاسلامي في الموضوع ده. طيب دلوقتي ايه راي الدين الاسلامي في المواضيع ديت؟ طبعا احنا كمسلمين عارفين كويس جدا ان الحاجات دي كلها حاجات محرمه. لا ينفع ان يكون في راجل مع راجل زي قوم لوط كده، ولا ينفع ان يكون في ست مع ست. وربنا قال لنا في القرآن صور كتير وآيات كتير وحاجات كتير. وطبعا كلنا عارفين قصة قوم لوط ومرات لوط واللي حصل. واللي ما يعرفش أنصحك إنك تخش على سورة الأعراف الآية 80. هم بالظبط 4 آيات من الآية 80 للآية 84. خش اقراهم وافهمهم. ولو حابب كمان إنك تجيب التفسير بتاعهم، ممكن تتفرج على التفسير بتاعهم من الشيخ الشعراوي، وانت هتفهم بالظبط ايه الموضوع. انا اللي مضايقني في الحكايه كلها ان من ضمن القوانين الكتير اللي الحكومه عماله تعملها وتطلعها وبتحامي فيها للناس بتوع LGBT والحاجات دي، ان هم في ضمن القوانين دي بيفكروا ان هم يطلعوا ماده دراسيه تدرس في المدارس للعيال من المرحله الابتدائيه، ويتعمقوا في الماده دي اكتر في المرحله الاعداديه، وبعدين العيال لما تكبر يختاروا هم عايزين يبقوا ايه. الحمد لله ان انا عيالي يعني هم لسه في ابتدائي، وعلى ما الحكومه تطبق الموضوع ده هيكون اخد وقت شويه، وعلى ما يطلعوا بماده دراسيه وعلى ما يطلعوا بالمحتوى اللي هيدرسوه للناس هيكونوا عيالي سابوا الابتدائي ودخلوا اعدادي، فالحمد لله. ولكن انا بتكلم على الجيل اللي جاي، وبتكلم على ايه احنا كعرب كمسلمين. مش من الصح ان انت تهاجم الناس دول. القرآن ما قالناش كده، وسمعت تفاسير كتير وكلام كتير من شيوخ كبار جدا وعلماء من جميع دول العالم. القرآن ما قالكش انك تهاجمهم او تعملهم وحش او تشتمهم، او لو شفت واحد في الشارع جاي تروح تتخانق معاه او اي حاجة زي كده. يعني القرآن نفسه والإسلام دين رحمة ودين سماح ودين حب وتعارف واجتماعيات. ما ينفعش ان انت تشوف ناس زي دول فتشتمهم، توريهم ان انت بتكرههم، تسبهم وتلعن اللي هم بيعملوه والحاجات دي كلها. لا، الإسلام ما قالش كده خالص. ولكن الإسلام قال لك اتعايش معاهم وسيبهم يعملوا اللي هم عايزينه، طالما ان هم في ناحيتهم وانت في ناحيتك. والدليل على كده عندك في القرآن قوم لوط، مرات رسول من الرسل اللي ربنا بعتهم يبلغوا الرسالة. مراته هو نفسه الرسول
ما قدرش يخلي مراته تروح معاهم فكانت من الغابرين. مرات فرعون ما قدرتش تخلي فرعون نفسه يأسلم. فدي واحدة مسلمة مع واحد كان بيقول أنا ربكم الأعلى، ودي واحدة مع رسول من رسل ربنا لوط ما قدرش يخلي مراته تأسلم وتروح معاهم فكانت من الغابرين. فالرسل نفسها ربنا بيوري لك في القرآن وفي آياته إن الرسل نفسهم ما كانش ليهم حكم على مراتاتهم، ولا كان ليهم حكم على أجوازهم، ولا كان ليهم أي حكم على أي حد، لأن الهداية بتيجي من ربنا في قلبك أنت. طالما أنت اهتديت والعقيدة دخلت جواك خلاص أنت كده هتبقى مسلم مهما حصل. إنما أنت لو ما اهتديتش منك لنفسك ندعي لك بالهداية. طيب دلوقتي بقى عشان ما اطولش عليك في الفيديو، هو ده اللي انا حبيت اشرحه لك. شرحت لك موضوع ال LGBT وعرفت لك معناها ايه، وحكيت لك ايه اللي حصل والسبب ان انا فكرت اعمل فيديو زي كده علشان عايز اعرف اراء الناس ايه، وجبت لك كمان رأي الدين في الموضوع دوت، وانت تقدر تبحث وتدور اكتر كمان. عايز اعرف رأيكم، اكتبوا كل الكومنتات تحت، وبلاش كومنتات فيها كلام خارج علشان نحافظ بس على المستوى بتاع القناة والفيديوهات. وانا حاولت ما اقولش اي كلام فيه حاجة وحشة، حاولت اشرح الموضوع ببساطة، بس لا احنا جامدين ولو عايزيننا نقل ادبنا نقل ادبنا. ف يا رب يكون الفيديو عجبكم، استناكم الفيديو اللي جاي، اشوفكم على خير، سلام.